يرحم لك قسما الوالدين. بالله قسما بالله علي العظيم. ومرحبا بك اخاي. شكرا، الله يحفظك، الله يرحم والديك واسمح لي ويحفظك. اخاي، انا لا حطيت الصوره ديال الوالده ديالك او يعني حبا وليس، راه كنعتبروها الام ديالنا. ماشي مشكل اخي ياسر. انا اعتذر منك هنا امام الملأ. لا ما كاين حتى شي مشكله والله. ولكن ودابا هذاك الشيء ضرنا في قلبنا احنا وحرقنا ما في قلبنا نغطيوش فيه بزاف. الشمس والغربه اخي ياسر. نعم، وخصوصا الهجمه اللي تعرضتي لها انت. ما عرفتش هاد الناس وما شاء اشنو الله بغاو ولد وصافي. الحاجه يعني. واش ممكن تطلع معنا بالكاميرا ولا لا؟ انا شوف، انا جبرتيني كنحسن باش تعرف باش تاكد وصافي، ومن بعد ساعتها كنطلع معك واخا. يلا خذ راحتك، ما خليك عنديش تما مشكل. وكنتسالي ها هي شوف باش السنه. تعرف. احنا معك. الا ها هي ممكن انا ولد تعطينا كاع الحاجه ولا لا؟ الحاجه ندويو معاها من بعد ما كرهنا. صافي واخا مرحبا. اخي ياسر. انا سد الميكرو وخليك تتسالي. نعم. قلت لك سد المايك وخليك تتسالي وديك الساعه طلع معانا. اذا انا تنشد فرحان لان الصوت ديالي وصل لولد الحاجه وكيسمعني، وانا كنقول انا معك. انا اضم صوتي الى صوته وتنقول له انا معك في الشاده والفاده. انا معك قلبا وقالبا. ولو كل شيء اتفق على اساس انه يعني انسان لم يرد الجميل او شيء من هذا القبيل، تنقول له انا معك. لانني انا من المنطلق ديالي انا كمغربي مع امي او مع بنتي او مع مرتي او مع اختي ما نرضاش هذه المساله هذه. حشومه، حشومه، عيب، حشومه. والحاجه هذه خصنا حنا المغاربه نكبروا بها ونقولوا لها على سلامتك، راكي تولدتي من جديد، ولدتي من جديد. الحمد لله اللي خرجت العقيبه بحال هكاك. ما راكم شدوها تما يقول لك ما ديالكمش كاع. يلا ويجي يتبون يقول لك والله ما اعتذرتوا لينا لا ديتوها. وراه مسطين، راه حمقي، ما تجذبوا العقل هذا. ولا شتي لونفيرون اللي كيدور تما غادي يعجبك الحال، غيعجبك الحال. غتشوف الوارد كيتقدم. نعم هذا الشيء شناه، الله يرحم الوالدين، ما نكروهش. ولكن اللحظه اللي تخادوا فيها دوك الصور واش ما كاين حتى شي فرمليه؟ واش ما كاين حتى شي فرملي؟ ويقول ممنوع، ممنوع الشريف، ممنوع لقاءات صحفيه، ممنوع، ممنوع تصورها وهي ما ليست في احسن حال، ممنوع. الا الا ما يمكنش. السيده مريضه، تشمل لقاء صحفي؟ شكون هي باش دير معاها لقاء صحفي؟ شكون هي باش دير معاها لقاء صحفي؟ شكون هي هاد الحاجه باش تقول لها كلمه في حق الشعب الجزائري؟ شكون هي؟ علاش؟ كيفاش؟ ما فهمتش. انا عطوني جزائريين يجاوبني يقول لي ديك الصوره راه حنا عندنا عادي في الجزائر اننا نصوروا النساء بهذيك الطريقه. عطوني جزائري واحد يطلع يقولها. وعندك حق تسبني وتعايرني، ما عنديش مشكل، عايرني وسبني، غير المهم نتعرف على ان هذوك الصور اللي التقطوا ليها داخل المستشفى عادي، انكم هكا كتعاملوا مع المرضى. اقسم بالله ما عنديش مشكل. ايوا قول، عليك كتقول لي انا نقول لك قول، كتب. وحنا معنا الولد ديالها. انا نسمعوا السبان شويه والمعيار. هانت نسمعوا المعيار. تفضل العربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك داير؟ مرحبا العزيز. لاباس؟ الله يحفظك. الله يسلمك. انا باغي نسقسيك، هي كل حاجه هذه جات وداوت وتهلاو فيها ومشات، وين راه الاشكال اللي راه ضرك انت؟ شوف انت كيفاش تهلاو فيها؟ ما فهمتش كيفاش تهلاو فيها.
جات الطياره هودت الدواوات اللي سهله ليه. راه عندكم هنا 300,000 راهم عايشين هنا، واش نديروا بها احنا الحاجه اللي نستغلوها؟ كاين المغاربه عايشين في وهذوك الجزائر 300,000 كيفاش عايشين عندكم؟ يعني خير عايشين منكم. معززين مكرمين، عايشين خدامين على روحهم والدنيا هانيه. وين وراه عندكم 5 المليون في فرنسا حتى هي عايشه وخدامه، ومالا فرنسا عايش هاد من عايزون عايشوا عاير. انت راك اللي راك تقول احنا ما عندناش اشكال، راك تهدر على هاد المراه هادي جات وخرجت وبلاتي. واش وراتني. شفتي الصوره اللي حطينا ديالها ولا لا؟ انا ما شفتش الصوره اللي حطيتها غير بلاتي نشوف خليك داير. معايا نوريك التصويره ديال السيده. انا نوريها لك، ياك انت جزائري ياك؟ لا بالك شي نص مغربي ونص جزائري. جزائري. لا ماشي مشكل. عندك مرتك، عندك بنتك، عندك امك، عندك النساء في العائله ديالك ياك؟ اخي ياسين، تفضل اخي تفضل ياسين، تفضل. نعم اخي اخي. ياسين، نعم اخي. اخي الله يجازيك بخير. احنا كان زعما كنهضروا على الام ديالي. يعني صافي اللي ماشي اي واحد يقول لك نزل لي الصوره بقى تنزل له الصوره. لا 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 ماشي انا عارف واش كندير. الله يجازيك بخير اخي ياسر. هضر في الموضوع وصافي. نعم. الصوره هذيك الحاجه هذيك اللي خليها ماشي. نعم اسمعني يا العربي، انت هذا راه ولده. واش تقبل انت الله يحفظك. مرتك، تقبل مرتك او بنتك في السبيطار يصوروها يعني بواحد الشكل غير مقبول، يعني عارية الرأس مثلا او ما لابساش، الكتف ديالها عريان؟ عارية الراس هذه مرة كبيرة مسكينة ما عندهاش. هذه راه عندها 70 عام ولا تبان لي. يعني عندكم انتم عادي المرأة اللي عندها 70 عام راسها انت تصوروها ما كيما انتم بغينا؟ الناس اللي راسها عريانين في المغرب، الناس ما تعريش راسها في المغرب ولا ما فهمتش؟ السي العربي اسمعني. اسمعني. عندنا اللي عريانين ماشي معرين غير الراس، عندنا اللي مسبحين. عندكم اللي بدو بياك. خليني نكمل لك. في السبيطار دخلت عندكم امراه محتجبه صورتوها بدون حجاب. جاوبني اخويا. بصح يا خويا انا تبان لي مسكينه مراه كبيره هذه بلا حجاب راسها. انا تبان لي ماشي انا على راك تحكي على الشعر تاعها باين هكا. انا هذا هو الجواب اللي بغيت ناخذ منك، بانك انتم عندكم عادي انكم تصوروا. هذه مراه كبيره مسكينه ما كاش اللي يدور فيها، عادي ما جات داوات وتهلاو فيها ومشات روحت. الله يسهل عليها. علاش راكم باغيين تطلعوا فيها وتزودوا نديروا؟ اخي هذه المراه ماتت عندنا في الجزائر، تسمى غيقتلوها ولا ما فهمتش؟ لا الموت لا الاجل تاعها كمل وماتت في الجزائر. هذه المراه نديروا شوف انا ما غنلومكش انت كجزائري كتقول لي ان السيده تصور من غير الحجاب ديالها داخل المستشفى امر عادي. هذه تبان لي مراه كبيره ماشي راه حتى نورمال. ماشي مساله مراه كبيره ولا صغيره. شوف الله يرضي عليك لو كانت راه الناس عادي تمشى شعرها عريان. اسمعني يا العربي. ها كيفاش شوف الشكل كيفاش دخلت عندكم المراه الكبيره. هاد المراه الكبيره ملي كتلبس حوايجها وكتقاد راسها كتكون في هذا الشكل هكا، كتبغي الناس يشوفوها. اوكي علاش انت هكتي الحرمه ديالها؟ هذا هو السؤال. بالك غلطوا صافي هنا كنقولوا غلط، وقع غلط. صافي هنا نسدوا الموضوع بلا ما نكثروا ونقولوا هذا ونقولوا. حيت انا الموضوع اللي درته انا ما درتش الموضوع على الجزائريين، انا درت الموضوع على ولاد بلادي اللي ناضوا كيسبوا في ولد الحاجه. حيت ولد الحاجه ملي رجع هو غادي نقول لك ولد الحاجه الغلطه اللي دارها. ولد الحاجه رانا كنا نشوفوا فيه ورانا نتبعوا فيه، وتا هو مغربي وخونا في الدين في الاسلام، والمغاربه خوتنا عادي شدناه يهضر نورمال. كي يركب في الطياره سيدي بان تبدل. هذا هو اللي هضرنا عليه احنا. لان داك الشيء اللي شاف ما يقدرش يهضر عليه وسط الجزائر، ما يقدرش. ولا انت فيك الريحه تاع الرجال وداو امك هذه نورمال، مو هذه ما تدخلش امك داوات. الله يخلف الله يعاود غلطوا معك شي وحدين كاين ربي يحاسبهم. وراه الشيء اللي قال هو هضر في هذوك اللي غلطوا فيه، قال لهم اودي بصح كانوا يجيو عنده كان يجيو عنده اسمعني ها هو كان يجي عنده يتلف ودنا. واش كان يقول له؟ اسمعني يا العربي اسمعني. كيقول لك نكذبوا على الميت، اما الحي ما عندنا ما نكذبوا عليه. راه ولدها حي ها هو هنا راه معاك الله. انا ولدها شنو قال؟ ولدها فرق جوج ديال الحوايج. رانا اتصلنا ليه مليون الف مره عاد درت اللايف. قال لك اودي كالشعب انا ما اما كمساله تسييس المرض ديال امي تم تسييسوه. بس اقول له القنصل واش كان يجي يدير عندك؟ ما عند. شوف القضيه ما فيها لا قنصل لا والو. شوف هو يسمع فيك، هو كان يسمع فيك. ولا واش كان يجي يدير عندك قنصل؟ كاين مغاربه مرضى في السبيطار علاش ما يمشيش عندهم؟
اخي لا العزيز ولكن اخي العزيز اخي نعم. العزيز، نوضح لك انا على مساله القنصل. هذاك ممثل المغرب، هذاك ممثل قنصل المغربيه اللي كتموجده الوالده ديالي، يعني بالحق ديالو يمثل الام ديالي، ما عنده علاقه بصح راه كاين مغاربه في السبيطارات تاع الجزائر مرض يمشي عندهم، علاش يمشي غير عندهم مكتب ايوا ومكسيسها هذا هو الكونسول المشكل، هذا هو الاشكال. علاش الامور جابوا الاذاعه الرسميه للام ديالي، علاش ما مشاوش عند مغاربه اخرين؟ كي راني نقول لك انت الكونسول تاعك عاود كان يمشي عند المغاربه الاخرين اللي راهم مرض في السبيطارات ويعالجوا، عاود يشوف الامور تاعهم كيش راه تمشى. يعني مساله عاديه. بصح هذاك انت طلبت قلت ممثل اودي انت مغربي. قلت اودي انت كنت اخي العزيز، السي العربي، السي راه نقول العربي، لك هذاك زين انت ممثل شو السي العربي، هذاك ممثل مغربي كيمثل هذيك الام، هذيك مساله عاديه، يجي عند السبيطار وياخ ما بغى. هذاك شنو الجزائري الاشكال؟ صاحبك، هذاك الجزائري اللي عيط له خوك واللي مشى عند الحاجه تاعو قال ليها كان ماذا؟ حاضر معاك نعم. وما شهدش شهاده الزور، قال لك اودي انا بروحي راني عاد مخلوع من الهضره اللي هضرها ياك. هذاك هو كان هذاك صاحبكم مع خوك، صاحب خوك هذاك. السي العربي، دابا انتينا كتمشكل الامور وانتينا ثاني نهضر ما لك انا عرفناش الهضره اللي ربي. راه كاينه، قلت لك هذاك صاحب خوك اللي كان معاك اللي هضرتوا معاه قلت له روح عند الحاجه قبل ما تدخل انت زهير، للجزائر. نعم زهير، نعم، الله يكثر هذاك خيره، والله صاحب يكثر خوك. خير الام ديالو، اي بصح هذاك راه وما مسطول، قال لك نسالوش انا الخير مظلوم من الحاجه ديالو، وما نساش اللي الخير درت ديال هذا. الام ديالو. فين الاشكال؟ ما شفتاش واش كان يقول موراك ولا شتا ولا ما شفتاش واش كان؟ شتو اللي كان كيهضر مورايا؟ الخطا كبير اللي دار هو ودار هذاك الصحافي. انا مثلا علاش يطفيو لي التليفون ويديو لي الباسبور؟ لماذا؟ اوف. اجراءات قانونيه نورمال شنو يطفيو لك الاجراءات التليفون. القانونيه؟ واش انا معتقل الاخ باش يعملوا لي الاجراءات شكون اللي القانونيه؟ دا لك الباسبور؟ بلاتي واش تحيد لك الباسبور ديالك تما؟ شوف اخي ياسير، انا هاد المسائل ما كنبغيش نقولها اخي، واحتراماتي لا لهذيك شوف الشعب هذاك. لا اسمعني شوف، انا نعطيك اسمعني. الخلاصه اخي العزيز، نعطيك الخلاصه اخي ياسير، نعم. وهبطني من الفيديو. شوف، انا الشعب الجزائري شعبا، واللي كيسمع اي جزائري ياك ولاد الخير ما عمري ننسى له من الخير ديالو. الشعب صحيح. راجل، شوف، عاطف حانون ياك، ما عمري ننسى له الخير ديالو. الامور انا ما عمري هضرت في الشعب الجزائري، انا هضرت على ديك المسؤول اللي كان كيتاخذ الامور بجديه في الترحيل ديال الام ديالي. صافي، يعني ما قلتش شي حاجه ديال العيب. لا انت طلبت واحد الطلب ماشي هذاك هو، انا نقول لك انا كنت متبعك. انت اخي طلبت العزيز، الطلب، خليني نقول لك، شوف خليني انا اخي انا نهضر معاك. اسمع صنت، انت طلبت طالب، انت بغيت تولي بحال القجع، بغيت تقول من الجزائر نمشيو للمغرب. العربي القجاع. دابا انا انا ماشي متبعينك، سياسي. انا متبعينك كنا نشوفوا كلش. انت بغيت اخي تبع العربي، من الجزائر تمشي للمغرب، هذه ما كايناش. روح لتونس، سقدوك لتونس، من تونس الله يسهل عليك، هذا اللي كاين. اخي العربي، شوف الله يرضي عليك، اسمعني. نعم، هذه هي الانسانيه ديالكم انتم كجزائريين، هذه هي الانسانيه. ماشي انا الانسانيه خدناها معاه في السبيطار في المستشفى. اذا هنا اش كنستنتج هنا، غير بلاتي عطوني لحظه. اللي كنستنتج هنا العربي ان العلاج ديال المغربيه لا علاقه له لا بالانسانيه ولا بالجوار ولا بتا شي حاجه، وانما خضعتم. لا ماشي هكا. خليني نكمل. ولا خلص على امك يعالجك، امك خلصت عليها. اسمعني خليني نكمل. خضعتم الى قوانين دوليه لا اقل ولا اكثر. اما الشق الانساني هو ديال المغربيه، دوز للمغرب ديريكت، راه ما عندكمش. قلتوا تمشي لتونس، تمشي لليبيا، عادي، هذه ما عندناش فيها مشكل. يعني الشق اللي هو خصكم تبينوا فيه الانسانيه ما كاينش. اما الشق اللي فيه الضغط تحت قوانين دوليه، راكم اديتوا الواجب وتخلصتوا بانكم شوهتوا الصوره ديال المغربيه. لا ماشي هكا، غادي نقول لك علاش. راه عندنا مغاربه هنا بدون وثائق في الجزائر، عايشين يفوتوا يدوروا، عايشين يمشيوا للطبيب، يمشي للمستشفى يمرض. علاش ما تهضروش عليهم هذوك؟ علاش دخلتوا غير حاجه فلوس؟ انا غنشرح لك علاش. عرفتي علاش؟ لان هذوك المرضى كاملين اللي عندكم مغاربه في المستشفيات
ما عمرنا شفنا الصحافه مشات تقولها واحد المغربي باش تولي قضيه راي عام. غادي نقول لك علاش الصحافه مشات، هذه طياره نزلت هودت، هذيك اللي دارت شويه تاع العربي شوف الاخ العزيز المحترم، اسمع الله يرحم الوالديك. انا نعطيك شي معطيات وتقول لماذا تم الترحيل ديال الام ديالي بهذيك الطريقه المفاجئه، رغم كان في المستشفى حاضر نائب القنصل كيتسنى في الاداره والام ديالي انتحت كيرحلوها. شنو السبب؟ لماذا؟ انا غادي نفهمك غادي نقول لخويا باش ما تقلق ما هو. نعم السي العربي. انتوما الام تاعك النهار الاول كنت تطلب باش ترحلها، الام تاعك كانت عندها الحاله الصحيه تاعها شويه ماشي مطمنه، قالوا لك اودي خليها تزيد شويه تتعالج ياك. نعم. من بعد شافوك تمشي مع ياك هكا من بعد شافوك تمشي وتجي مع القنصل تاعكم تقعد جوج سوايع ثلاثه. هذاك ممثل خليني نكمل لك. انا عارف شافوك تمشي وتدخل معاه وتخرج جوج سوايع ثلاثه يبغوا يديروا لها حاشا هذاك واش يكذب هذاك الشيء. شوف هذاك الشيء كلشي كذب. شفتي انت بعينك؟ تما انت تقول الصح والناس تكذب. واش شفتيه بعينك؟ واش دخل الملك مع تبون في هذيك المهرج اللي عنده، واش دخل الخطوط الجويه مع ياسر ممكن كلمه اذا سمحت؟ شوف هذيك المهرج مستر ابي هو اللي كيقول هذا الشيء. لهادي انا ما كرهتش. شوف لهادي انا نقولها لك بكل صراحه وخذها مني الله يرضي عليك. انا ما كرهتش تقول لنا اشنو طرا. مثلا قضيه الباسبور هذه مفاجاه، كتسمع انه تم سحب الجواز منك. انا علاش هبطت العربي؟ نزيد لك واحده اخرى. شوف نعم. كيفاش يعقل نائب القنصل ومكلف بالقنصليه العامه في اداره المستشفى يوم الترحيل الام ديالي وكيقولوا لهم دابا المدير هو جاي ياك، ومن تحت اخي ياسر الام ديالي في لابيلونس يديوها للمطار الترحيل ديالها. علاش هذاك السيد ماشي ممثل المملكه المغربيه في وسط الجزائر يكون حاضر على الام ديالي الترحيل ديالها؟ ما خلاوهش يحضر ورغم ذلك هو في وسط المستشفى. انا علاش يديو لي الباسبور ويطفي له التليفون ويديوني حتى للاوتيل ويطلع معايا هذاك السيد ادعى على انه هو من وزاره الصحه. وزاره الصحه ما عندهاش حق دير لي انا الباسبور وتطفي لي التليفون. يطلع معايا حتى للشرط الاوتيل ونجمع الاغراض ديالي ومشيت ديريكت للمطار ونجبر الام ديالي تما. لماذا؟ هادشي هذا راه ما كيدخلش في العقل. لو كان الباسبور ديالك شكون اللي سحب منك الباسبور نتايا؟ قال لي لان انا مكلف من وزاره الصحه. قلت له اسمح لي انا ما نقدرش نعطيك الباسبور. المدير ديال المستشفى قال لي لا يعطيه. شبرت انا عطيته الباسبور ديالي ومشى معايا حتى للشومبر وطلع معايا حتى للشومبر وجمعت الاغراض ديالي وركبت في واحد الداسيه وديريكت حتى للمطار. جبرت الام ديالي تما. يعني ما مشيتيش انت وياها؟ ما مشيناش انا وياها اخي ياسر، ما مشيناش انا وياها والتليفون كان عندي مطفي. لا ولكن قضيه التليفون مطفي، واش انت اجبرت على انك تطفي التليفون؟ قال لي اطفي التليفون وطفيت التليفون خوفا. انا ما نقدرش نعمل شي حاجه حيت انا ما عارفش مع من كنت وخوفا. التليفون كان عندي مطفي وكنسمع شي واحد كيتصل به كيقول له واش باقي مطفي التليفون، كيقول له باقي مطفي التليفون. وبقيت كنقول لهم شكرا الله يرحم والديكم نتوما مزيانين. طلعت الطياره شعلت التليفون اتصلت بنائب، اتصلت باللي مكلف بالقنصل قلت له احنا ها اللي عملوا لنا وها اللي عملوا لنا. يعني هذا الشيء اللي بغينا نشرحوه بان تونس كيفاش وصلنا تونس جبرنا القنصل العام المغربيه تونس ورجل الاعمال السفاره المغربيه اللي في تونس وبعض الاخوان
تما شدوا الام ديالي وقالوا له هذه مرأة مغربية ما عندكم شي حق نتوما دديوها. ومشيني مساحة الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وعاش الملك، داونا أحسن كلينيكا اللي كاينة في تونس. باتنا ليلة ولا غدا في 9 الصباح جات البولانسيا وجاو الناس هذوك د القنصلية والسفارة تا المطار قرطاجة، ومطار قرطاجة طلعنا في خطوط الملكية المغربية تا الدار البيضاء. اوكي، حنا سمعنا ان قال لك باوامر من تبون رحله خاصه كلشي كذوب كلشي كذوب ياسير اخي، كلشي كذوب كلشي كذوب. هاد الناس هادوما هاد الاخوان الجزائريين المحترم، انا والله ما قلت شي حاجه العيب. هاد الناس هادوما علاه حاجه الناس طيبين طيبين واحد الدرجه اللي ما تصورش يا اخي ياسير. هذه شهاده لله، اليوم الدنيا وغدا الاخره، شهاده لله. انا ما هضرتش على هذيك الناس، انا قلت هذيك المسؤول اللي كان كيتخذ بهذه القرارات هادو صافي. ما انا ما ابدا ابدا الرحمه. انا واحد الانسان مربي على خلق محترم، ما عمري قلت كلمه واحده في هذيك الشعب. وتا ديك الناس الاطباء اللي كانوا في هذيك المستشفى، الزميل اللي كنشكرهم جميع الشكر، اقسم بالله اخي ياسين. انا هضرت على هذيك المسؤول اللي كان كيتاخذ هذه الامور هذه بهذه الطريقه هذه. لو قضيه الزياره للام ديالك في السبيطار، واش كانت كتكون معاكم شي مشاوره او الناس اللي كتجي تصور وهذا الشيء؟ يعني واش كاين شي اذن، واش كاين شي؟ شوف خي ياسير، اول اذاعات رسميه اللي جاو عند الوالده ديالي، الوالده كانت حطاتها الطياره نهار الجمعه حنا اتصلت بنا واحد السيده من المستشفى قالت لنا لان الام ديالكم ها اللي وقع له وها اللي وقع له. حنا هذاك الشيء ما تقبلناهش. يعني كيفاش الام جا من السعوديه من الحج في الجزائر، يعني طبيعه الحال حنا هادشي هذا راه ما عرفناهش ياك. قالت بالحق بزاف نهار الحد ان شاء الله، نهار الحد هيتم الترحيل ديالها. نهار السبت الاذاعات كاملين الرسميه دخلوا شيء مفاجئ على الام ديالي. انا كنشوف في الفيديوز وكنشوف هذيك هذا، سولت هذيك السيده قالت لي لئن هادوما اذاعات جاو يستجبوا للام ديالك. انا حسب لي المساله عاديه، يعني انا ما كنعرف، انا راجل سياسي ولد الشعب، ما كنعرفش في هذه المسائل هذه. صافي هادشي اللي كاين اخي ياسر. قضيه ديال قال لك الصحفيين ورقه عطاوك ورقه تقراها وهذا شيء من هذا القبيل. خي ياسين شوف اخي، اليوم الدنيا وغدا الاخره. انا قسمت بالله وحلفت وقلت الله يربي يحرمني من الجنه. يعني ما كاينش شي حاجه من الجنه من غير الموت ياك. نعم والله هذيك الكتابه اخي ياسير ما كتبتها انا، بالله علي العظيم. يعني كاينه ورقه تعطاتك باش تقراها اخي ياسير؟ هذيك الورقه والله ما كتبتها انا. شوف ياسير انا ما نزيدلكش شي حاجه اخرى، وما نقدرش نكبر السوق اختار. صافي يعني انا خصني نجمعوا. دابا علاش غتكذب انت في المغرب في بلادك؟ ما كاين علاش شوف ياسير اللي يعمل شي حاجه بيناتو مع سيد ربي وحسبي الله ونعم الوكيل. اللي عمل شي حاجه واللي سبني الله يسمح له دنيا واخره، وما عرفش الحقيقه الله يسمح له دنيا واخره. وانا والله ما عملت شي حاجه، والله ما عملت شي حاجه خاطئه لا في الشعب الجزائري ولا في الشعب المغربي. بالعكس الشعب كان محترم وراجل وحنين وواقف معايا في هذيك الساعه ياك. الشعب المغربي كيسب ما عرفش علاش. شنو اخر اخي ياسير؟ لا قضيه شوف، قضيه السب ديال المغاربه ماشي يسبوا، المغاربه ما مشاو بالعاطفه. المغاربه اغلبيه لاول مره كيشوف التصويره ديال الحاجه في واحد الشكل غير لائق. يعني كاين اللي ما شايفهاش ما عارفهاش. انا والله الا بالسيف عليا هذه باش حطيت اخي العزيز. انا نقول لك كلمه واحده، اخي ياسير. نعم. الموضوع باش بدا اخي ياسير، هو حنايا كيفاش كنا في تونس، كنا في تونس مع المملكه المغربيه اللي في تونس. سمعنا لان النائب العام النائب القنصل قالنا زعما نتوما تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله.
هذيك الملك ديالي انا كنبغي، انا مغربي، دعينا معاه انا والام ديالي، ما فيها حتى شي حاجه، مساله عاديه. لا نعم صافي تما بداو بالسبان اخي ياسر، تما بداو بالسبان. هذا الشيء تما في الجزائر؟ لا ماشي في الجزائر، في تونس وفي الطائره تما بدا السبان. علاش الجزائر هي اللي داوت لك اماك؟ يا المنافقين، علاش كتقولوا هيدا؟ والواحد شنو كيسب اخي ياسر؟ واش انت كنتي عارفه هذه؟ السؤال ديالي، واش انت كنتي عارف ان لا فضل للجزائر في قضيه العلاج ديال امك؟ امك اللي تعالجات به هو قانون دولي. شوف والله شوف اخي ياسر، والله نعم. ما عرف هذا الشيء هذا، قسما بالله انا سمعت هذا الشيء هذا، كيفاش وقع هذا الشيء هذا بديت كنسمع هذه المسائل هذه. نعم واش فهمتي؟ نعم. وانا شوف واخا كنت نسمعها ما نقدر ما نهضر ما نسكتش، انا ساكت، انا واحد الانسان كنصمت، انا واحد الانسان تعمل فيا شويه د الخير نرجعوا لك ب1000 20,000 د المره د الخير اللي عملتي فيا. واش فهمتي؟ نعم. يعني انا اي واحد سيكوريتي كيعمل فيا الخير كنجازي على المرضى، بوسلو مراسو اللي كيتعاطف معايا كنشكرو بزاف. يعني انا ما عارفش هذه القوانين الدوليه، يعني هذه اخلاق المغاربه هي هذه. صافي المسائل عاديه وزياده، انا ما كنتش نقدر نقول شي حاجه. ولكن بلاتي يا هادي يعني شوف، انا ملي درت اللايف لاحظت انك ما تقبلتيش ديك الصوره، انك صراحه ما عجبكش. اوكي، هذيك الصوره ما عجبكش، يعني انت كمغربي ما عجبكش تشوف هذيك الصوره ديال امك تكون بحال هكاك في المواقع. اذا هذه هي الرساله اللي خصنا نوجهوا لهاد الناس اللي هاجمين عليك. واش شوف ياسر اخاي، شوف نعم. دابا اللي عطى الله عطاه، انا ما نقدرش ندخل في هذه المسائل هذه حيت نعم. انا ما كنعرفش على سينا نزل هذه السيده بهذه الصوره. نعم. ولا علاش ما نزلتيهاش، يعني انا ما عارفش هذه المسائل، انا ما كنعرفش والله ما كنعرف المسائل. شوف انا اللي عرفت، شوف انا نقول لك واحد الحاجه، شوف انا اللي عرفت كيفاش بقيت كنطلب الام ديالي بالترحيل. لاحظت كاين ناس كبار هما اللي كانوا كيخوضوا القرارات، ماشي مدير المستشفى. فهمتي دابا اخي ياسر كيفاش الامور ماشيه؟ صافي يعني عرفت هذيك الناس كبار هما اللي كانوا كيتاخذوا القرارات في الام ديالي. انا ما نقدرش نهضر، ماشي نهضر، يلا قول لي دابا تينا كيفاش نعمل باش تهضر. وهاد الهضره خصك توجهها للناس اللي انتقدوا كما انا معاك اخويا. وينتقد هو ما عارفش، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، يعني هو ما عارفش الحقيقه وكينتقد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، والله يسامح له دنيا واخره. هادشي اللي نقول لك اخي ياسر. اوكي خليك معايا هادي، انا غادي ناخذ الناس اللي معايا بعجاله، ولا كان شي سؤال انا اللي غادي نحيلو لك. تفضل. إلا ممكن تسبقني سيدي ياسر، أنا في السيارة مع وليداتي. سميرة أنت الأولى. الله يطول عمرك، شكرا لك سيدي ياسر. أولا غنقول لك والله أخويا كون قدامي نبوس لك راسك على هذا الموضوع، أنا متبعاه من الأول، تكلمت بلساننا وبلسان الحكمة، حنا ناس أشراف، وجات مع هذه الظرفية ديال هاد الأيام الكبيرة عندنا حنا كعيد العرش اللي سيدنا داير هذا الخطاب الطيب. ممكن لينا والله العظيم كلنا بقينا كنشوفوا يعني وكنديروا، ولكن اليوم لاننا كنشوفوا ناس اللي خرجات، وانايا كنهنئ الاخ الهادي وانا معاك وكنشد على يدك، وهذيك امنا جميعا، وهذا الشيء اللي حسيتي به حنا حسينا به وحنا معاك. كاينه واحد الرعشه في الصوت ديالك ما عاش، ولكن اللي رعشك انت حر ومغربي، وهذيك امك امنا. واليوم كنطالبوا من المغاربه ديال الصح، خليونا من الركوب ديال هذا نكر الخير نكر الخير. الانسان انت انسان طيب، جيتي تكلمتي في الحقيقه، انا شفت الصدق في عينيك، الرساله بلغتي يعني رساله حقيقيه. انا كنشوف هاد اشباه الرجال وخوا عندنا ديال مواقع التواصل الاجتماعي اللي طاعوا هما اللي خلاوك باش يوقفوا بجنب ولد بلادهم يعني كيتعالاو مع الجانب الاخر. فحشومه وعيب وعار معاك، وكنشكر سيدي ياسر اخي وتكلم وحق هذا. حنا كنشكروا كاع الناس اللي داروا داك الخير، وحنا كاع اللي قال فينا شي حاجه مزيان ولا الناس واحد النسبه ديال الجزائر ففوق راسنا ما عندناش مشكل. ولكن هاد القضيه ديال المراه جايه من الحج، هذيك راه حرمه، راه جايه راه باقي ولادها باغيين يتبركوا. واش براسكم بان الانسان ملي كيجي من الحج
خاصك تمشي تشوفه باش كتاخذ منه البركه. طيروا المراه بركتها في السبيطار، الله يطير لهم العقل. حشومه الانسان يسيس موضوع ديال المراه حاجه، المراه صحات وما كيعنقوا فيها. قول ما سخيناش بك، وراه الضحك هذا. كيفاش ما سخيتوش بها؟ هي اللي ولدتكم لقيتوها. القضيه كانت مسيسه 100%. السيد خد له الباسبور، السيد كيتكلم وقال كلمه الحق. والقضيه كيفاش ناضت اخوتي، هو الانسان طيب وتعامل. لو كنت انا كاينه تم غنتعاملوا حنا فينا ديك الطيبه الزائده وداك الشيء باش ربي مربحنا وغنبقاو ديما رابحين. فاش نزل اخوتي كيشكر في جلاله الملك، هما لا، هما بغاو داكشي اللي كتبوه هما ودار، بغاو يديروا ديك الصوره. هاد السيد وبلاد الشرفه غاديين تقالت الحقيقه وشتري في يدو مع شعبو ورعايه شعبو وحب. واش غتعود ديروا يدكم في قلبنا تنطروا القلوب ديال 40 مليون مغربي باش تحيدوا حب محمد السادس؟ وعاش محمد السادس. انا ما مداوي ليا لامي، ما مداويني انا في الغربه، وعاش محمد السادس ومالكنا والروح والعقل. هاد الانسانيه تكلم. اذا هنا لان القضيه سيسوها الاخوان ودخلوها في مواقع التواصل الاجتماعي مع هاد السيد، تكلم وبارطاجوه واستغلوا القضيه. ملي طلع قال محمد السادس وشكر سيدنا سيدي ياسير، تما فين نزلوا عليه وناضوا واحد الشياطين نعلة الله عليهم محسوبين علينا واحد 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 كيتعالاو على الدري وكيقولوا ليه. وهنا فين هاد الوليد هاد ولد الحاج حس بواحد الضعف، لان انت كان خوا ديالك سير تعري امك حتى في السبيطارات ودخل معاهم في هذيك. فهاد الولد بحياه، هاد الولد تكلم اخوتي. والله العظيم سيدي ياسر انا متبعه القضيه الى انسان ما مس الشعب الجزائري الحر ولا هاد القضيه، ولكن فين نزل عليه هاد الشيء في الكلمه اللي شكر محمد السادس، لان القضيه كلها تسيسات. كنحييكم والله ينصركم والله. ياسير انا عا كلمه وغنزل. انا بغيت ربي ديما يديك فنجه ويجيبك فنجه. انا بغيت ربي يحفظك، انا بغيت ربي عريشان. واللي باغيين يكسروك وكيحاربوا فيك ويضربوك في الحسابات خليه الاعداء من الوطنيين. الله يكسر لكم الظهر. وانا مشيت. السلام عليكم. اللهم امين. شكرا اخت سميره. غير القضيه اللي ممكن نشرحوا الاخوان، كاين جوج ديال، كاين او بي ممكن نشرحوا. انساني الا كانوا كيدعيوا الانسانيه وانهم هما اللي عالجوا الام او الحاجه المغربيه، الله يكثر خيرهم. لكن علاش الانسانيه ديالهم ما استمراتش؟ وكما خرجوا بعض المنابر الاعلاميه تيقولوا بانه باوامر من رئيس البلاد غادي توجه مباشره للمغرب. علاش الحاجه مشات لتونس؟ اذا هنا فين كنطرحوا السؤال. المساله اخرى اللي بغينا نبينوا للناس ديالنا اللي مشاو بالعاطفه هي القضيه ديال ان العلاج ديال الحاجه المغربيه هو تحت مظله اتفاقيات دوليه، وماشي حبا في الحاجه او في المغاربه او شيء من هذا القبيل. هذا لا علاقه له. بز منهم غيعالجوها وبز منهم غيعطيوها الرعايه، ولكن الاستغلال اللي تعرضوا له الناس هنا اللي بغينا نسولوا. مثلا ملي نرجع لهادي، واش تسحب منك الجواز ملي دخلتي لتونس؟ الاخ الهادي باقي معنا؟ هادي اسمع لي اخي ياسر، اسمح لي انا باقي معك. واش ملي دخلتي لتونس عاوتاني خداو لك الجواز ديال السفر؟ المملكه المغربيه. اوكي. اللي كيفاش دخلت انا لتونس؟ خلي المملكه المغربيه. لا الجواز ديالها. لا شوف بقى الباسبور ديالي في الجيم ديالي وديال الام ديالي بالحق تحت الرعايه ديال المملكه المغربيه. هما اللي داونا للكلينيكا الام ديالي، وانا بقيت في الكلينيكا مع الام ديالي هذيك الليله. يعني وفي تونس ما كاين لا اذاعات لا مصورين لا قنوات لا والو؟ حتى حاجه اخي ياسر، ما كاين حتى حاجه اخي ياسر. اذا هنا نعاودوا. شوف ياسر. نعم. ياسر شوف اخي. نعم. شوف انا ما خصني ما نقول كل شيء، يعني باش تعرف واحد الحاجه. حنا في الطياره كان معنا واحد الدكتور جزائري. كيفاش نزلنا في قرطاجه كانت تما القنصليه ديال الجزائر، الممثل ديالها
وواحد السيد معاه انا ما عرفوش ياك، والقنصل العام للمملكه المغربيه ورجل الاعمال ديال السفاره ديال المملكه المغربيه وبعض الاعضاء مغاربه. هذيك القنصليه المملكه المغربيه قالوا هذيك الدكتور وناديك ديال السفاره ديال الجزائر قالوا له شوف، قالوا له هاد السيده هذه مغربيه، احنا اللي كنتحملوا المسؤوليه ماشي نتوما. الله يرحم الوالدين، ما تقربوا ولا شيء، خصكم تغادروا من هنايا. بقات المملكه المغربيه هي اللي متكلفه معنا في حنايا كي كنا في تونس. اوكي، اذا هذا جميل اننا نعرفوا. هذا بالنسبه لك هادي، انت راك دابا في المغرب، راه ما كاين اللي غيقيسك، ما كاين اللي غادي هضر بكل اريحيه وبكل. شوف نزيد لك قضيه اخرى، نزيد لك قضيه اخرى. حنا كي كنا في الجزائر النهار ديال حلو هذاك الشيء، انا كيفاش طلعت من الطياره، طلعت من الطياره شعلت التليفون، اتصلت بالسيد قلت له شوف ها اللي وقع صافي، يعني هو كمل الشغل ديالو. واش فهمتي سي ياسر؟ نعم. وتليفونك ما طلبوا منك لا تطفي تليفون لا حتى شي حاجه، يعني الاجراءات. لا انا شوف، انا التليفون بقى عندي مطفي، التليفون بقى عندي مطفي من 2:21 دقيقه طلعت من الطياره، هو عندي التليفون مطفي. وانا يعني كنت على الوعي ديالي عندي نعمل شي خطا، عندك الهادي ترتكب شي خطا، يعني تسبب انتينا والام ديالك في الجحيم. نعم. يعني انا ما عرفتش راسي واش ماشي شي بلاصه ولا، يعني تشوف انتينا اخر واحد الانسان يزول لك الباسبور ويطفي لك التليفون ويمشي معاك للاوطول ويجمع لك ويديك حتى للمطار، انتينا بيد اي واحد يوقع. انا عمري بالحياه ديالي وقع لي تعامل بوليسي ان صح التعبير اللي كان في الجزائر. ورغم ذلك الله يسمح لهم دنيا واخره اخي ياسر، بتكون على العلم. وانا ما عندي حتى شي حاجه مع الشعب الجزائري. انا هذاك السيد هذاك اللي كان كيتخذ هذه الامور، هذا المسؤول هذا اللي كان كيتخذ هذه المسائل هذه كانت انسانيه وداخله في سياسيه بين. ولكن الاداره التعامل كان تعامل يعني فيه نوع من الترهيب وتعامل بوليسي. صافي تصدات مدام، اش باقي بغينا نشرحوا اخو؟ خليك معايا هادي، انا ناخذ الروم 101 بعجاله. تفضل اخويا، راه من قبيله وانت كتقول لي طلعني. سي ياسير، عندي لك واحد النبذه تاريخيه. 1944 كانت اتفاقيه شيكاغو اللي دارت منظمه الطيران المدني كنا في مونريال هنايا. كانوا فيها دول مؤسسه في الستينات، الاخر ديال الستينات كتدخل الجزائر تولي عضو. ملي كتولي عضو في هذه القضيه هذه شنو الدور ديالك؟ يعني اي طياره دايره فوق بلاد، فوق لافير كنقول هي فلايت انفورميشن ريجنز، كدوز فوق بلادك كدوموندي اتيريساج ديرجونس، تا با الدروا ان تريفوزي، خاصها تنزل. الطياره اللي جايه السعوديه نزلات تما كاينه، فهمتي شيء عادي اللي كيطرا بزاف ديال الطيارات نزلوا في الجزائر. السؤال ديال الاخوه الجزائريين، واش اخبارك 22 ماي طياره ديال اير الجيري كدير اتيريساج فورسي في ايروبور ديال اورلي 22 ماي، 6 جوان كدير في الايروبور ديال مارساي، 8 جويي في الايروبور ديال روم كتنزل اتيريساج فورسي. علاش ما ديونيش على الطيارات؟ 3 ميم با شحال، شهر ونص تقريبا، ولا شهر ونص تقريبا، 3 طيارات كيديروا اتيريساج فورسي ديال اير الجيري. علاش ما كدوش على هذه القضيه هذه؟ علاش بالضبط بغيتوا ديروا التسييس ديال هذا الموضوع هذا؟ الاخ الهادي عرف ان المغاربه راهم معك قلبا وقالبا. انا مغربي، انا شتو سيبورت ان هذا حق ديالك دولي، ماشي نقول لك حق ديالك دولي خديتيه. المغرب بما انه سينا ديك لاكور بيلاتيرال بينه وبين الوصي، فهمت، ما عندوش الحق يرفيزي. السؤال اللي دارني في راسي، كيفاش حنا قاطعين العلاقات الدبلوماسيه مع الجزائر وكنلقاو ممثل ديال القنصل المغربي في الجزائر والسفر مثلا من تونس وانتم عارفين الممثل، علاش ما رفضتوش انه يدخل؟ خلي غير المواطن عادي. هذا السؤال غير اونتر بارونتيز. السؤال الاخوه الجزائريين، انا كما كنت شفت الفيديو ديال الاخ الهادي راه ديما كيشكركم. حنا كنديو عندنا مشكل مع بوصبع، ما عندناش مشكل مع المواطن الجزائري الزوالي ولا المواطن الجزائري اللي عارف الحقيقه، عندنا مشكل مع بوصبع هو اللي كيخلق هذه المشاكل وكيدير الفتنه والذباب الالكتروني اللي كاينين
راه عارفين انتم فين كاينين بلاصه كاينين في الجزائر، هذيك الباطمه الكبيره، هذوك المجموعين تما كانوا كيبقاو غير يكتبوا ويسبوا. هاد الناس هادو ما كيمثلوكمش، عيب وعار، عيب وعار انهم يمثلوا المواطن الجزائري. فهمتي؟ هذا رايي ديالي الشخصي. اوكي شكرا اخي روموان. بعجاله ندوز عند نورت افريكا باش نطلع ناس اخرين لان الله ليست عامره لتحت. تفضل نورت افريكا. السلام عليكم. واش راك ياسر؟ الله يحفظك العزيز. انا نشوف، انا والله كنت حاب نطلع باسكو كنت حاب نعقب على الشيء اللي قالوا العربي، باسكو كان هنا باسكو اي واحد يدير الصوره تاع الامير عبد القادر انا شفت يعني الشيء اللي قالوا يعني خونا هادي، وهو مشكور على ذلك يعني حينما شكر الشعب الجزائري. شفتوا يعني في الطائره قال اشكر الشعب الجزائري واشكر يعني الطاقم الطبي، لكن بعض السياسيين ربي يهديهم. وهنا وين راح يكون مفترق الطرق، لو بوين دو ديفيرجونس. يعني هنا اذا كنت انت تحب الرونجاس فراح يضرك هذا الكلام هذا اللي قالوا خونا هادي، اما اذا كنت ما تستعرفش بهذا النظام فراح هذا التصريح تاع خونا هادي راح يكون يعني شيء عادي يعني نورمال فهمتني ياسر؟ نعم. وممكن يعني للاسف يعني راكم تشوفوا لي فيديو يعني نتاع الناس هذه اللي راهي تطيح وتقول يعني اشياء يعني على خونا هادي، لكن كاين اناس بار اكزومبل حراكيين ما يستعرفوش بهذا النظام قالوا على انه هذا الشيء اللي قالوا هذه شيء عادي يعني ماهوش يعني خارق. تسحب منه الباسبور ديالو، اوامر انه باش يسد التليفون. يعني انا يعني ما تعاملوش معاه كمواطن عادي مسكين داخل على قبل علاش تسد لي التليفون؟ ما السبب انك تغلق لي التليفون؟ صح. اذا انا عشت واحد الحاله نفسيه ملي غتقول لي سد التليفون وما عرفتش المصير ديالي شنو هو. ونزيدك ياسر، نزيدك هذا الانسان اللي راه عند خونا هادي اسمه مستر غبي او مستر ابي وما على باليش. لازم تعرف باسكو راه عند خونا هادي والام تاع خونا هادي وقالوا الشعب الجزائري يحب الشعب المغربي. راح نمد لك واحد المعلومه، لازم تعرف باللي هاد القومي هذا تاع مستر ابي هو من بين الناس اللي روجت للخرجه تاع باريس في لابلاص تاع كولونيل فابيان، وين الحركه خرجوا يعني في عيد النصر وسبوا وطيحوا الخاوتنا في المغرب وقالوا اعطوا له البنان. ما راحش نكمل يعني لا. نعم. ولي جون كي زون بيتيني لا فوتو دي روا، دونك ما راحش يجي ويقول لك والمغرب وخاوتنا ويمد لك، هذا كله كذب في كذب. وخونا هادي ميرسي يعني الكلمه تاعك يعني وين شكرت الشعب الجزائري ومرحبا بك في الشعب الجزائري. والجزائر راهي شكرا لك الاخ يحيى. تحيه الشعب الجزائري، تحيه الشعب الجزائري العظيم العاطف الحانو. هذا شيء اقسم بالله شكر الشعب الجزائري يكفي. شوف انا من اول كلمه ديالي كنشكر الشعب الجزائري، اقسم بالله ما عندي شي حاجه مع الشعب الجزائري. انا ديك السيد هذيك المسؤول اللي كان كيتخذ هذه الامور هذه هو اللي وحسبي الله ونعم الوكيل فيه وبيناته مع الله عز وجل. حق الشعب الجزائري انا كنعترف بها وشهاده لله والله العظيم بالله واحد الشعب عاطف وحانو، اقسم بالله العظيم. انا وكلمه شكرا اخي هذه، وكلمه اخيره حبيت نعقب على الشيء اللي قالته سميره. شوف انا هذا الضجه هذه ماهوش لانه يعني هذه شكر الملك يعني المغربي، لكن اظن الشيء اللي ضرهم هو عندما يعني فرق بين الشعب الجزائري والنظام القائم في الجزائر، وهذا الشيء يعني يضرب عرض الحائط للبروباغندا تاع قنوات الزيغو والروغار حاشاكم خوتي. وتمنيت لو خوتنا في المغرب في كل مداخلاتهم يفرقون بين الشعب الجزائري والنظام القائم في الجزائر. احنا نقولوا تبون ونقولوا الجزائريين، نقولوا تبونيين ونقولوا الجزائريين. وهذا الشيء هو حتى انا كامل الاحترام الى الشعب الجزائري، وكلامي غير موجه في الانتقاد الى الشعب الجزائري. الشعب الجزائري بحاله بحال الشعب المغربي، ما علاش غادي نعاير انا جزائري؟ ما عندي علاش. ولكن اللي داخلين في العصابه التي تسعى الى تفريق وقطع صله الرحم او ضرب في بعضنا البعض، هادو تبونيين، فنحن معهم الى ان اخي ياسين اخي ياسين نعم اخويا اخي ياسين نعم اخي ياسين. شوف هذيك الاعلام هذيك المهرج انا ما عمري شفته لا في
لا في تيك توك ولا في اليوتيوب، ما عمري شفتو في الحياه ديالي. الدخله ديالو كانت مفاجئه من الام ديالي، يعني جاو بهم تقريبا ما نعرف شحال وجاو ودخلوا على الام ديالي. بمعنى حتى واحد ما كيتشاور الا بغى يدخل. اسمعني بلاتي، خليك معايا هنا. هنا اللي وجهها كلمه الى بلاتي عبد الهادي. بلاتي عطا له المدير ديال المستشفى اوتوريزاسيون وجا دخل على الام ديالي. اذا هنا كنوجه للمشايخ او الشيوخ او باللي كيهضر من المنطلق الديني وكينتقد هاد ابن الحاجه الله يطول عمرها، ما كيفاش تشرح ليه؟ راه هي في دوله مسلمه وفي بلد مسلم وفي حاله مريضه، كيفاش كيدخلوا عليها هاد الناس بلا اذن، بلا احم، بلا تسطور، بلا والصور ديالها اللي خرجت. نتحدى ياسير شوف اخي، نتحدى ديك الشخص هذاك ينزل فيديو كامل كيفاش خرجتو انا من الغرفه ديال الام ديالي وقلت له شوف الله يجازيك بخير، حنا الامور السياسيه ما عندنا ما نعدلوا بها. انا قلت له انا ما عرفتكش جيتينا علاش جيتي اصلا، واش فهمتي؟ والله ما قادر ينزلها. نتحداه ينزلها. علاه؟ حيت كيش كان كيصور في الام ديالي. هي حسب الام ديالي لقينا ديك السيد رئيس، ما عرفتوش حتى هي ما عرفتوش. انا قلت للوالد هذا راه ماشي الرئيس. كيفاش كمل معاه؟ قلت له شوف، قلت له خايل لا، هاد السيده هادي برك عليها صافي، جوج الكلمات ثلاثه الكلمات برك عليها. مشى للكاميرا وكيقول لهم هايدا بهذه الطريقه اخي العزيز، قسما بالله العظيم قال لهم شو حنا كيفاش كنخمو وتشوفوا هما كيفاش كيخموا، وانا نوقف له وقلت له الاخ خرجوا على برا. خرجتوا في هذيك الساعه على برا، قلت له احنا ماشي سياسيين الاخ، ما تهضرش في هذه المسائل السياسيه. قال لي لا انا نكوبي هذه المسائل هذه. نتحدى ينزل الفيديو كامل. يلا واسمع. واش فهمتي؟ نتحدى ينزل الفيديو كامل اخي، واش فهمتي؟ يعني شوف هو السبب الرئيسي في هذا. اخوان عطونا تكبيس وبارطاج الله يرضي عليكم. راه فهمتي احنا ما عندنا غلط. حنا شوف انا جيت مورا الام ديالي، الله يرحم الوالدين ويعاونونا في الله. سمحت في ولادي، جيت مورا الام ديالي، الناس تعاطفت معنا، هذيك الشعب الله يعمرها سلعه، ولاد الناس الله يخلف عليهم، الله يكثر من خيرهم، ما عمري نسى لهم الخير ديالو. اوكي خلينا عبد الهادي، خليك معايا غندوز عند السامر. تفضل راح نهبط ياسر. ميرسي. نعم واخا تهلاو في رواحكم. وراه كاين واحد الانسان اسمه عبدو، باسكو على بالو باش اللي اذا ممكن نطلعوه. ميرسي عبدو لا عنده صوره بالاسود وكاتب بالاصفر. غنطلع كاع الجزائريين غادي يطلعوا معنا. اوكي ميرسي. اوكي سمير طلع في روحك. طلع. اوكي الله يحفظك. انا طلعته. ازول تفضل سمير. ازول. سلام ياسر. مرحبا. شكرا على المساحه، وازول الجميع اللي راهم هنايا. صح الهادي انت راك تكذب الهادي، ودوك نقول لك علاش راك تكذب الهادي. قول لي اخي، قول لي علاش. يلا. لانني انا هو ولد الحاجه. انت ولد الحاجه. هذا غيحيد لك الحاجه كاع غيديها لك. انا هو ولد الحاجه. شوف على كل حال راني نقصر معك. الله يحفظك. انا بغيت غير كلمه صغيره على كل حال باش نهبط، لاني راني في باريس مع شاي القافله، ورانا تلاقينا بكوكو، رانا رايحين نديروا لايف صغير مع كوكو. مرحبا. لهذا انا حبيت نطلع شويه مع ياسر، عندي بزاف ما طلعتش، ولكن نقول كلمه على الحادثه هذه. شغل هي العصابه الجزائريه هي ماشي نظام، هي عصابه. شوف اخي، انا ما كنعرفش بمسائل بحال هذه الاخ، انا ماشي سياسي. انا اللي وقع لي عاودته. نعم. عاودته. شوف اخي انا يمكن عاودته بواحد الطريقه، من بعد هما سيسوها، انا ما درت الله العظيم. نعم. شوف اميدي، شوف انا ما يهمني هنا، حتى انا لست بسياسي. احنا اللي بغينا، انا الحلقه هي اصلا غير موجهه للجزائريين، موجهه للناس اللي انتقدوك داخل المغرب. داكشي علاش انا مره كنجي عندك باش نسمعوا منك مباشره
الظروف اللي عشتيها تما بعيدا عن السياسه او ماشي السياسه. الجزائر بعدا ما فيهاش السياسه اصلا، ما كاين حتى سياسه في الجزائر. نو دقيقه ياسر، دقيقه. انا واش حبيت نقول له، شكرا انا واش حبيت نقول له، هما اللي يحبوا يسيسوا واش وقع لك، ماشي انت اللي راك تسيس، هما اللي يسيسوه. لانه علاش انا واش حبيت نقول لك، العصابه الجزائريه هذه راه عصابه شغل اطفال صغار مشاكسون كما يقولوا لهم بالعربيه، مشاكس شغل اللي يحبوا منين داك يحبوا يبرزوا في الساحه العالميه، ومن بعد يدير لك اكسيون. مثلا يجيب لك اخت هذاك اللي قتلوه تاع الماك مثلا، اللي قتلوه يجيبوه في الكاميرا ويقولوا يقول باللي اخي ارهابي وكان يعمل مع فرحات ارهابي، يعني نفس الشيء يسيسوا. يعني حاجه وقعت، هذيك المراه مات خوها اللي كان مع الماك قتلوه، والنظام هذا الارهابي هذا العصابه اللي حبوا يسيسوها، وقال لك لا هذاك كان ارهابي، يعني نفس الشيء. دوكا واش حبوا يديروا، حبوا زعما يعطي صوره اننا الطب الجزائري كاين الطب حتى المغاربه، نحن نداوي حتى المغاربه. يعني شوف نحن كما هما، علاش؟ لانهم شافوا ان الملك محمد السادس دائما يقولوا اليد الممدوده اليد الممدوده، ومن بعد شكون الكبير؟ هو الكبير في العقل هو اللي عنده سياسه اليد الممدوده، فهمت؟ اما الصغير في العقل هو اللي دائما يضرب ويسب ويشتم، هذاك راه حمار. ومن بعد هما دوك عاقوا شويه، قال لك نديروا فيها سيناريو، الحاجه رانا داويناها والطب الجزائري من النوع الرفيع وبالاك، ومن بعد تخرج هذا دوك تبقى شهور وهي تمشي. شوف يقولوا لهم للشعب احنا حتى شوفوا ولادهم وداويناهم، وهما يظلوا يسبوا فينا في التيك توك ويشتموا فينا ويخدموا مع الصهاينه، فهمت؟ هذه هي العقليه الصهاينه، وحنا نداووا فيهم. شفت الصهاينه احنا نداووا فيهم وهما، فهمت؟ هاي العقليه كيفاش يعني سيست. زادوا جابوا مستر ارهابي، هذاك راه مستر ارهابي، راه ممثل هذاك. واش دخلك في حاجه كيما هذه؟ واش دخلك؟ يعني باينه بلي سياسه وحبوا يسيسوها، ولكن ليس في محلها. كما يقول لك يعني ما نجحوش ولن ينجحوا في هذه السيناريوهات، ما نجحوش مع الماك وما ينجحوش مع المروك كما يقولوا هما، لن ينجحوا لان الاسلوب تاعهم اسلوب غبي، اسلوب حمار. يعني باين بلي الانسان هذاك ياكل لحم الحمار، ما يقدرش يدير لك سيناريو هوليوود، ما يقدرش لانه حمار. انا هذا واش نقول لك. يعني انا اتاسف يعني لهذا الناس اللي يعني يكون مرغم ولا مجبر باش يهبط في الجزائر، انا اتاسف له. يعني بكل جنسيه ماشي غير المغاربه، كل واحد لازم عليه يهبط في هذيك البلاد. يا خويا ربي معاك، انا هذا واش نقول لك. اوكي شكرا. انا نقول لك شكرا ياسر. سلام. قداش تكمل ياسر باش نشوف؟ انا قال لك الناس لازم نستناو باش نديروا اللايف معاك ان شاء الله. وقتاش تكمل نتايا؟ وبغيتي نكمل دابا لا باش نعرف لانه هما راهم يقول لك قال لك ما استنى حتى يكمل ياسر اوكي بقى عندنا شويه نكملوا هذا الموضوع وحنا ما عندناش مشكل. اوكي يا صحيت مرحبا. شكرا جميعا يا صحيت. تشاو. بغيتوا تجيو عندي هنايا مرحبا بكم. كاين الخبز، كاين دوك نسولهم كاين كلشي بحق. كوكو راه ما يحملنيش، ولكن العلاقه بيني وبينه حلوه. على بالي تبارك الله عليك. تحياتي. ناخذوا الشيخ الفيزازي بحكم يعني شنو كيشوف هو في هذه الحادثه. واش هو كيشوف ان ولد الحاجه تنكر للجميع؟ السلام عليكم ورحمة الله. خي ياسر كل التحية والتقدير من مدينة الدار البيضاء الغراء، والتحية كذلك للسيدة سميرة وللأخ العزيز ولد المملكة. لكم جميعا لا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أنسى أخرى. للمتابعين والمتابعات جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أهنئك أخي ياسر تهنئة حارة على هذا المحتوى الجيد جدا، والذي يعكس عن مدى ذكائك ووطنيتك ودفاعك عن المرأة المسلمة قبل أن تكون مغربية، عن المرأة المسلمة بصفتك مسلما، وأن تفتح المجال
لتدافع الآراء حول هذه القضية التي هي عادية جدا، وقضية عابرة جدا، وقضية تفرض القوانين الدولية على أي دولة إذا كان هناك نزول اضطراري من أجل مساعدة إنسانية أو أزمة صحية لأحد الركاب كائنا من كان. ولكن اللؤم استغلال هذه الحالات الإنسانية، يعني استغلال حاجة، استغلالها لا لشيء إلا لأنها مغربية وركوب على هذه ثم استدعاء الصحافة وكذا إلى آخره، والتكالب على الولد الذي أحييه بكل حرارة ولد الحاجة، وعلى مواقفه وعلى تصريحاته الذكية والحقيقية، يعني هكذا ينبغي أن تكون. أقول الآن أتساءل لو كانت هذه المرأة مثلا من إسرائيل، امرأة صهيونية يهودية إسرائيلية من دولة إسرائيل، اضطرت الطائرة للهبوط اضطراريا من أجل وعكة صحية وما شابه، يعني هل كانت حكومة الجزائر لتقوم بما قامت به مع الحجة المغربية؟ ما أظن ذلك. ربما سيكون هناك تعتيم كامل على هذه الواقعة، حتى الجن الأزرق لن يعلم بذلك. في الوقت الذي طبعا ستفتح الجسور مع دولة إسرائيل بأننا عالجنا وفعلنا وتركنا، لكن سيكون هناك في تقديري سيكون هناك تعتيم كامل، وحتى يعني لا يثيروا بعض الحساسيات داخل الشعب الجزائري الشقيق. لكنهم من لؤمهم بما أن هذه المرأة مغربية وهي مسكينة حاجة أصيبت بوعكة لا أقل، شيء طبيعي إنساني، وما فعلوه ينبغي أن يكون كذلك وزيادة، ليس لأنها مغربية بل لأن القضية الإنسانية تقتضي هذا العلاج بدون شوشرة، بدون استثمار، بدون استغلال، نحن فعلنا مع الفرق الجزائرية ما لم يفعلوه ولم يفعلوا معشاره. الفرق الجزائرية التي جاءت إلى المغرب في التظاهرات الرياضية سواء في الرباط في الدار البيضاء قوبلوا بالترحاب، وقوبلوا بالورد، وقوبلوا بكل بما لذ وطاب. سي الفزازي، أنا أنقطعك، وفي رسالة أنا أريد أن أخذ منك يعني تصريح وفيه رسالة. كيف ترى أنت يعني دخول الصحفيين على هذه المرأة المغربية اللي جاية من الأراضي المقدسة بدون، كما يقول المصري، بدون إحم ولا دستور، وكذلك الصور التي خرجت لهذه المرأة وهي بغير حجاب؟ أولا هذه جريمة إنسانية وجريمة خلقية، جريمة حقيقة. أظن أن هذه السيدة الحاجة الكريمة التي أحييها وأسأل الله عز وجل أن يشفيها، وأحيي أسرتها الصغيرة والأسرة المغربية الكبيرة، لأن القضية أصبحت قضية رأي. أظن أن أولئك الصحفيين بعثوا ودفعوا إلى ذلك دفعا، وليس لهم خيار إلا أن يلبوا الرغبة العسكرية في استثمار هذه الحالة. انتهاك حرمة الحاجة المسلمة، انتهاك خصوصيتها، نشر صورها، هذا كله جريمة خلقية قبيحة جدا. أظن أن يعني أقل ما يمكن أن يقال أن متابعة هؤلاء، أنت تتابع من؟ تتابع الحمقى، دولة حمقاء، تتابع من؟ ويعني شيء فظيع للغاية، شيء لا خلقي، شيء يعني من الناحية الشرعية دخول بدون استئذان، والنشر الخصوصية، واستغلال حالة الضعف الإنساني، واستغلال حرمة هذه المرأة، واستغلال يعني هذه القضية وتحويلها إلى قضية سياسية بامتياز، شيء ينم عن الدناءة وينم عن القبح الفكري هذه عاهة سياسية، هذه ليست سياسة. الدولة الجزائرية تمارس العهر السياسي، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. لا يزالون بين الحين والآخر يقدمون أدلة على أنهم فعلا دولة منحطة إلى أقصى الحدود، لا أخلاق لها ولا قيمة ولا أي شيء، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. وأختنا الحاجة نقول لها
ابتليتي كما ابتلينا معك بهؤلاء الجيران، جيران السوء، وليس لك إلا أن تصبري وأن تحتسبي على الله سبحانه عز وجل. ما جرى قدر الله وما شاء فعل، ولا نستطيع أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء. فما شاء الله، ربما لو كانت هذه الحاجة تعي وتعلم بما سيقع وكيف سيستثمر هؤلاء المساخط هذه الحالة، ربما كانت تتمنى الموت على أن تطأ أقدامها. لكن الشعب الجزائري، أنا أوافق الأخ الولد هذا عادل اسمه أظن، يعني أوافقه الرأي بأن الشعب الجزائري في عمومه شعب أخ عزيز. نزل هذا الكلب، نزلوا واحد الكلب بس أخويا ياسر، نزلوا واحد الكلب سميتو يوسف. وللأسف كلب يوسف على اسم نبي الله يوسف ثم هو كلب. بعض الناس يا أخي والله نعطيهم قيمة عندما نسميهم كلابا. الكلب أشرف، الكلب فيه من الصفات ما فيه من التي نكررها دائما، ومن أهم صفاته الوفاء. فهؤلاء ليسوا كلابا وليسوا حيوانات، الحيوانات أشرف وأكثر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء أضل من الأنعام وأضل من الكلاب وأضل من هؤلاء. لا يناقشون، لا يقارعون، لا يتدافعون بالرأي وبالحجة. هؤلاء مصيبة، عاهات إنسانية تعيش بيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعيد وأجدد كل التحية للحاجة الكريمة، وكل التحية لأسرتها الصغيرة، وكل التحية للمغاربة. لا يضرنا ذلك في شيء، إنما هم يعملون بالأصل. يا سي الفزازي، أنا أهنئ يوسف اللي نزل دابا بأن الفيسبوك ديالك توصلنا به دغيا مباشرة، والصور ديالك موجودة، وسنرفقها بذلك يعني الخلق اللي عندك، ذاك الخطأ الخلقي اللي عندك. وترقب لايف خاص بك يا يوسف ان شاء الله. مرحبا بك كبيده، جيتي للدار الكبيره السي يوسف. الوالده ديالك، الاخت ديالك، الوالد، الخواتات، الحمد لله قدامي. دخلتي برجليك وعريتيه لراسك. المهم مرحبا كبيده الزين، كتجيو عندي برجليكم. كتجيو عندي دغيا تهلاو فيك صحاب الحال. الله اخي